السلام عليكم. 32 شخصا كلهم من الشبان والقصر، وبينهم سيدة كانت حامل. خرجوا على متن قارب حراقة، فاختفى القارب عن الأنظار نهائيا، وبعد يومين كاملين تم العثور عليه محطما كليا بالقرب من السواحل الإسبانية، ليعلن عن 28 شخصا مفقودا، ووفاة أحدهم يدعى وليد. القارب خرج من شاطئ كاب جنات ببرج منايل بولاية بومرداس في ليلة السبت إلى الأحد 22 ديسمبر في حدود الساعة 8 مساء، ليعلن عن الفاجعة التي أفطرت قلوب الجزائريين. لكل أجل كتاب. نسأل الله مولى عز وجل أن يربط على قلوب أهلهم ويلهمهم الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.